شو كذا. فواحد من رجال الأمن نظر كذا فيه من غير أي ملامح وقال له تم تسريحك من العمل كذا بلا أي مقدمات. طبعا الرجل استغرب، كيف تم تسريحي من العمل وأنا لي 8 سنوات مدير تنفيذي وعندي إبداعات وعندي إضافات وأنا موظف كف وكل هذه الأشياء. فهو حاير ما هو عارف إيش الموضوع، لكن رجال الأمن حطوا أغراضه قالوا له إيش؟ مع السلامة. سهل مع السلامة بكل سهولة، مع السلامة. طبعا راح هنا الإدارة وكذا تأكد فعلا قالوا له مع السلامة. أخذ أغراضه وأخذ كرتونه وأغراضه وكتبه وراح جاء البيت. لما جاء البيت قال لي زوجته كذا حصل. طبعا زوجته كانت من النوع الهادي الرزينة الحكيمة، طبطبت عليه وقالت له حصل خير وجلس. ما عارف ايش يسوي. طبعا هو ما يقدر يتوظف لانه هو مدير تنفيذي. طيب كيف انا ارجع موظف عادي؟ طيب فين اروح للمنافسين؟ فصار في عنده نوع من الحيرة. قاعد اسبوعين نوع من الاكتئاب. طبعا ما كان في تمييز ذاك الوقت فجلس في البيت. بعد اسبوعين في صاحبه حماد قال خليني اروح للاستاذ حماد اغير جو. وفعلا راح يغير جو. حماد كان تقني معروف ويعرف للبرمجيات وللسوفت وير وكذا وجالسين يتكلموا. فحماد قال للرجل قال له يا اخي انت اداري ناجح وعندك مواهب اداريه وتستطيع تكون فريق وتستطيع تسوي شركه وتستطيع، وانا مبرمج، لما نسوي شركه؟ في البدايه قال لا ما عندنا موارد، ما عندنا مكان، ما عندنا كذا. كان نشتغل من البيت، انا اجيك وانت تجيني، انا اشتغل وانت تشتغل. فاعطاه هذا الدافع وفعلا فكروا وحاولوا يسووا شركه جديده وبداوا يشتغلوا. قعدوا تقريبا 6 أشهر يا دوب يصنعوا المنتج الاول، وفعلا بعد 6 أشهر اتباع المنتج بدات تجي فلوس. هنا يعني خلاص بداوا يثبتوا انه ممكن ينجحوا. بدا يفكروا في تسويق بشركه بطريقه يعني اكبر. اتحفزوا، وظف زوجته، الرجل زوجته معه، اشتغلوا في البيت. بعدين بعد سنه اخذوا شقه، بعد 3 سنوات اخذوا مبنى، بعد 5 سنوات اصبحت لديهم شركه كبيره. وبدا هذا الرجل اللي انفصل من هنا يشتغل في هذه الشركه الجديده وصارت الشركه ملكه. 6 سنوات تقريبا هو يشتغل. السنه السادسه ارباح زادت، ملايين بدات تدخل، العمل استقر. طبعا آلاف الموظفين بعد ما كان هو وحماد يشتغلوا لوحدهم، آلاف الموظفين في الشركه. هنا جاله نوع من الغرور، وهذا الغرور احنا يجينا كلنا احيانا لما انا اسوي شركه جديده وبدات الناس تجي وبدات تنشهر. وهذا لاحظها في المطاعم. المطعم اول ما يبدا يعطيك خدمه ممتازه ويعطيك رز ويديك سمبوسك ويديك كل شيء، سلطه مجانا وكل شيء. بعد سنه سنتين لما الازدحام يزيد السمبوسه تختفي، الطرمبه يختفي، كل شيء. نعم ايش تبغى؟ امسك سيره هناك، سيره لو سمحت. ما انت شايف الزحمه؟ ما تلاحظ هذه الاشياء. فصاحبنا هذا جاله نفس الغرور، جاءت الملايين بدا يهمل. فجأة اكتشف في نهاية السنة انه الارباح مستمرة لكن في انخفاض، في ارباح. فهنا تنبأ انه هذه الارباح حتقل، واذا قلت الارباح ممكن نخسر، واذا خسرنا نفلس. طيب الحل هو ما يعرف ايش يسوي، لكن كان جالس في مكتبه محتار وما عارف ايش يسوي. فجأة طن في حجر كذا صقع في الشباك. استغرب ايش فيه؟ طالع كذا يبغى يفتح الشباك، كان الحجر بغسله في وجهه. نظر تحت لقي واحد كذا رجل وسيم عضلات واقف وقاعد يأشر له ويضحك. استغرب ايش اول شيء دخله هنا عندي. جاء عند الحديقه وفين رجال الامن وفين كذا. زعل طبعا، وذاك اداه حجر ثاني. ايش هذه الجراءه وايش هذه قله الادب؟ نادى رجال الامن وقال جيبوا هذا الرجال، جيبوه عندي انا اعلم الادب. جاب الرجال. لما جاب الرجال هذاك يضحك ومبسوط ولا كأنه في شيء. طيب ايش في؟ قال له مين انت؟
قال له أنا هذا. قال له إيش هذا؟ قال له شوف. قال هذه قطعة ذهب أنا أعطيتها لصاحبي جوليان في عيد ميلاده. كيف حصلت عليها؟ قال له أنا جوليان. قال له كيف أنت جوليان؟ أنا اللي أعرفه إنه جوليان كان عمره 60 وكان مدمن عمل وكان عنده سيارة فيراري وكان يعني وقته كله ضايع وما كان أصلا يعني بهذه الهيئة، يعني رجل عجوز وشايب وحالته حالة وكان يشرب وكان يسهر وكان. قال له إيوه. قال له أنا جوليان وأنت قلت لي في عيد ميلادي كذا 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 كذا. قال له كيف أنت جوليان؟ قال له أنا جوليان. قال أنا آخر مرة قابلتك وأعطيتك هذه القطعة لما زرتك في المستشفى لما جاك سقطة قلبية. قال له نعم. قال لما فقت أنا من السقطة القلبية غيرت حياتي كلها، بدأت أعيد حياتي من جديد وبدأت من جديد، بدأت أدخل في جلسات تأمل، رياضة، أعيد نفسي، وأنا الآن هو نفس الشخص لكن في الشكل رجال 30 سنة ورا وعندي شركات وعندي كذا. لكن الفرق بين ذاك الشخص جوليان القديم وجوليان اليوم إنه جوليان اليوم بيستمتع بحياته وأرباح وأضعاف الأرباح اللي أول. وجوليان القديم كان مدمن عمل وكان ما يعرف لا أسرته ولا يعرف يرتاح. هذا الفرق بيني وبين جوليان القديم. قام الرجل قال له الله جابك، طالما جيت انت وتعلمت هذه الطقوس وتعلمت التامل ورحت لهذول الرهبان وتعلمت منها، انا الان يعني في منحدر وخايف اخسر، ممكن تساعدني؟ قال له انا اساعدك وهذا الهدف الاساسي من تعلم اني اساعد الاخرين. قال له انا اساعدك بس تمشي معايا وزي ما اقول لك تسوي. وبدا هنا ياخذ في كل مره في مكان ويدخله في قصه ويدخله في سيناريو، وفي كل سيناريو يعطيه طقس معين، وهذا الطقس يعطيه على شكل نقاط الجوهر والمغزى منه وكذا وكذا من خلال السيناريو والقصة، على أساس هو يقتبس هذه الأشياء ويطبقها عشان لا يخسر. فهو أعطاه له هنا 8 طقوس. هنا حنأخذ الطقوس طقس وحنبدأ نفصل فيه. خلصت البطارية؟ طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة. حلاوة الكتاب إنه هو في بعد نهاية كل قصة يعطينا زي كذا الطقس ويعطينا 5 نقاط أساسية عن هذه الطقوس كتفصيل عشان نفهمها. الطقس الأول يقول لك اربط الراتب بالهدف. اربط الراتب بالهدف. الجوهر هنا طقس التركيز الراتب بالهدف. الجوهر طبعا هنا هو يعطينا الطقس ويعطينا الجوهر ويعطينا الحكمة. إيش الحكمة من هذا الطقس؟ طقس خلينا بلاش طقس كذا ثقيله شويه، عاده او قانون، خلينا نقول قانون، بعدين يعطينا الممارسات، بعدين يعطينا مقوله جديره بالاقتباس. خلينا ناخذها بشكل كذا سريع ونشرح. عندنا 8 طقوس فقط. الطقس الاول اربط راتبك بالهدف. الجوهر يعني المغزى من هذا الموضوع طقس التركيز الضروري على المستقبل. يعني المستقبل انت عندك رؤيه معينه تبغى توصل لها، هل ممارساتك وعاداتك ونظامك يأخذك إلى هناك أو لا؟ إذا كان السؤال صح أنت عملك صحيح، وإذا كان سؤالك لا، حتى لو كان طريقة عملك صحيح تعتبر خاطئة لأنها لا تأخذني إلى رؤيتي. هذا المقصد. الحكمة يعطينا 6 نقاط. يقول أول شيء الهدف هو أقوى محفز في العالم. إذا أنا ما عندي هدف كل اللي أعمله ما له قيمة. لذلك في كتاب اللي هو قوة الآن، لأن أنا انتقدته كذا وممكن أكون صادق أو صحيح أو خاطئ ما أعرف، إنه أغلب الكتب الجديدة اللي جات يمكن فوق 200 كتاب تركز على قوة الآن. قوة الآن والتركيز على الآن ليس له قيمة إذا ما كان لحياتك مغزى وما كان لحياتك هدف. لأنه إذا أنا أركز على الآن وأضيع نفسي في الروتين اليومي وأبغى أستمتع في الآن من غير هدف معناته ضياع. فالهدف قبل أن أستمتع بالآن. يكون عندي هدف بعدين استمتع. فهو يركز على هذه النقطة بس. بعدين المهمة الأساسية للقائد المهمة الأساسية للقائد هي أن يجعله تابع متحمس. يعني أول مهمة للقائد إنه يجعل التابعين متحمسين وشغوفين بالعمل ويتبنوا هذه القضية. مش أنا كقائد عندي قضية وأنا متحمس، لا التابعين
كيف يعملوا هذا العمل بشغف وحب كأني أنا بالضبط، لأنه أنا لو وصلت لهذه النقطة هم حيعرفوا إيش اللي يسووه. النقطة اللي بعده يقول القيادة العظيمة تسبق التبعية العظيمة، يعني أنت لا يمكن أن تكون قائد ما لم تكن قدوة. أول إنسان يجي إنسان عندك شغف، عندك التزام، إذا ما عندك هذه الأشياء ما تستطيع أنك تجبر الآخرين على ذلك. النقطة اللي بعده يقول يركز القادة أصحاب الرؤية على تحرير المواهب البشرية وإظهار الإمكانات. في واحدة من الشركات استغربوا، وهذه قصة حقيقية، وجدوا أنه في هذه الشركة تخيلوا 50 مليونير شغال في هذه الشركة. استغربوا يعني كيف 50 مليونير شغال في هذه الشركة؟ طب مو عنده ملايين، ليش ما يروح يشتغل في شركة أخرى؟ وجد أنه 50 مليون هذول جو فقراء وموظفين عاديين. فسألوا القائد يعني إيش السر؟ قال لهم السر أنه أنا استخرجت أفضل ما لديهم وأبرزته وهم استثمروا في هذا المكان، لذلك صار عندهم ولاء. فدائما أنت كقائد أخرج هذه المواهب. كل إنسان في عنده نقطتين هو بارز فيها وأنا أستطيع أن أستفيد منه فيها، استخرجها كده بإيحاء، بطريقة، باختبار، بكلمة، بوهم. كيف وهم؟ بوهم. أنا أجي للأستاذ حماد ولا الأستاذ علي أقول أستاذ علي والله أنا الشعر اللي أنت قلته هذا الشعر عمري ما سمعت شيء. تعرف لو تسوي هو لأن الأستاذ علي ما شاء الله مؤلف عنده 3 دواوين، فأنا أعطيته إيحاء معين خليته هو يصدق إنه أنا فيه وممكن ما يكون فيه، فهو يحاول يثبت لي. ليش؟ لأنه أنا بالنسبة له موضع قدوة وكلامي له معنى، فهو حيحاول يثبت لي، فأنا خرجت أفضل ما لدي. فهذه مهمة القائد، إنه يحاول يستخرج أفضل ما لدى الآخرين، وإذا ما وجد يوهمهم بأنه في شيء موجود جيد فيه، ويخلي هذاك يتبنى هذا الوهم ويبغى يترجم على أرض الواقع. النقطة الأخيرة في الحكمة يقول قد بنزاهة وقوة شخصية وشجاعة. يعني كن نزيه. النزاهة طبعا تتضمن جميع القيم، الأمانة، الإخلاص، العدالة، وقوة شخصية. قوة شخصية أنه يكون صارم وحازم في الموضع اللي يتطلب ذلك، وتكون عطوف في الموضع الذي يتطلب ذلك. وشجاعة أنك تعبر عن رأيك أنت كقائد، مش قائد أنه أنا جامل الناس، لا، أنا أعبر عن رأيي بكل احترام وبكل أدب حسب الموقف. الممارسات يقول أخلق طقسا حول هذه الحكم حتى تترجم نواياك الطيبة إلى نتائج ملموسة. أنا جيت للأتباع قلت لهم إحنا نبغى التزام. طب الالتزام هذا إيش في وقت محدد، ممكن أسوي فيه فطور الصباح مثلا، في جلسة معينة، في اجتماع معين، يعني سوي طقوس كده تخليهم ينجبروا لهذا النظام. أنقل هدفك المحفز حتى يجذب القلوب، مش فقط العقول، لأن العقول دائما تفكر بالمنطق وتفكر في المصالح، لكن القلوب عمياء دائما تندفع. وهو يقول أكسب هذه القلوب عشان تخليهم يندفعوا ويشتغلوا ليل نهار وما يفكروا لا في دوام ولا يفكروا في مصالح، يفكروا في القضية، إنه هذه قضيتنا إحنا نشتغل فيها. طيب مقولة جديرة، بلاش ناخذ المقولة الجديرة بس عشان الوقت. طيب الطقس الثاني يقول أدر بالعقل وقد بالقلب. طبعا إيش الفرق بين الإدارة والقيادة؟ الإدارة هي إدارة المهام، الأنشطة، أما القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف. هذه يعني أبسط تعريف لها. أنا عندي تعريف خاص للقيادة، يقول القيادة هي البلاغة، والبلاغة هي أن تحدث الناس على قدر عقولهم، ولكن القيادة أن تضيف لهم قيمة. طبعا البلاغة لا يعني السجع والشعر والكلام الجميل، لا لا أبدا. البلاغة أنا إذا لقيت إنسان أخرس وكلمته بالإشارة أنا بليغ. إذا وجدت إنسان ما يتكلم عربي وكلمته بالمكسر أنا إنسان بليغ. إذا وجدت إنسان ما يتحرك إلا بالعقل وكلمته بالمنطق أنا إنسان بليغ. إذا وجدت شخص ما يتحرك إلا بمصالحه وخاطبت مصالحه أنا إنسان بليغ. فهذه هي البلاغة في القيادة. لذلك هو يقول القيادة لابد أن تكون بالبلاغة والإدارة بالعقل. الطقس هنا يقول جوهر العلاقات الإنسانية.
القلب لا يمكن أن تصل له إلا عن طريق العلاقات الإنسانية. إذا تقبلني الشخص حيتقبل كل ما أقوله، وإذا لم يتقبلني لن يتقبل حتى الحقائق الواضحة. فهنا أسوي العلاقة أول وبعدين أبني الجسر. الحكمة يعطينا 3 نقاط في الحكمة هنا، يقول يتواصل كل قائد صاحب رؤية مع تابعيه بعمق. احنا نذكر زمان كان الأساتذة يعرف اسمك، يعرف أبوك، يعرف خالك، يعرف حالك، يعرف أحوالك. الآن المدرس تسأله عن الطلاب يمكن 20 ما يعرف ولا يعرف فين أنت في أي فصل، تلقاه هو رائد الفصل أو هو يدرس أو كذا. فهنا يقول لا لا، على فكرة التواصل فردي ما هو جمعي، ما هو جمعي بالنسبة للقائد. القائد لما يجي على الستيج هو خطاب عام يعطيه للناس كلهم، لكن التواصل فردي. أنا أجي للأستاذ علي في معلومتين 3 كذا خاصة أعرفها عنه، فهي هي اللي وصل بيني وبينه. أجي للأستاذ إبراهيم في كلمتين، كيف حال فلان، كيف حال ولدك، إيش صار معاه، إيش صار، فهذه تشعر الآخر إنه الله بيهتم به. وهذا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لصاحب العصر ماذا فعل النغير أو كذا، أنا ماني فاكر، يا عمير ما فعل النقيض، أيوه ما فعل كذا. فهي أشياء بسيطة، وهذه الأشياء البسيطة هي القيادة. بس على فكرة القائد يقضي 90% من وقته في العلاقات، والعلاقات لا تبنى إلا عن طريق القلب وعن هذه الأشياء البسيطة. يعني لا تسوي المهام هذه يسووها في إداري في سكرتير، كلهم حيسووا، بس أنت تواصل مع الناس وابني علاقات، جسور علاقات، ورسق هذه العلاقات وابني الثقة بينك وبين التابعين، وخلاص انتهينا. هنا يقول واحدة من أعمق احتياجات البشر هي الحاجة إلى التقدير والفهم. هذه نقطة مهمة. طبعا هنا التقدير غير الاحترام. أنا أحترم الناس جميعا، لكن ما أقدر الناس جميعا. كيف ما أقدر الناس؟ أيوة ما أقدر الناس. أستاذ علي زي أستاذ إبراهيم، أستاذ علي دخل لي 20-50 مليون للشركة وجاب لي أفكار إبداعية، وإبراهيم كل يوم مشاكل وكل يوم غياب وكل يوم تشويش. أنا أحترمهم الاثنين كبشر، ما أرفع صوتي على أحد ولا أحترمه، لكن تقدير لا، أنا أقدر أستاذ إبراهيم، أستاذ علي، أعطيه مكانه، أعطيه جوائز، أعطيه. فهنا هذه النقطة مهمة، وهذه ما هي تفرقة، بالعكس هذا العدل، قمة العدل إني أنا أقدر اللي يستحق التقدير واحترم الجميع. فهو يركز على هذه النقطة. أيضا اجعل إنسانيتك تشرق في العمل وعامل الناس بكياسة في النهاية الناس عندك ما هم مكان. إنسان تعبان، إنسان غاب، إنسان يعني تقبل الهدر في نوع يعني كمية من الهدر في العمل لابد أن أتقبلها وأسلم بها. لكن ما أنا والله بعيوني شفتها، بعيوني كنت في عمل وجاء صاحب العمل، أنا استشاري ما لي شغل، فوجدت العمل صاحب الشركة، وصاحب الشركة يعني أنا ما أبغى أقول مليونير لأنه ملياردير وبين قوسين بخيل. فجالس والله على العمل، يعني كان في تصميم وبيقول له 4 دقائق، أنا ماني فاهم إيش 4 دقائق، وجالس واقف بكلمه فاشر لي، قلت له طيب. بعد ما خلص قلت له إيش حكاية الأربع دقائق، إيش حكايتها؟ قال لي العمال أنا معودهم الساعة 8 يفطروا، وباقي على الساعة 8 4 دقائق. وجالس على راسه وذاك شايل الكريك وبيسوي مدري ايش يسوي 4 دقائق. ليش؟ بشر هم بشر. 4 دقائق 5 دقائق. انت لما تتساهل مع الانسان هو يشيلها جميله عنده، حيحاول يرد لك هي، والعكس صحيح. انت لما تبغى تحط الموظف تحت المجهر يوريك، يقول لك انت تبغى شغل ما ادري شغل، يقول له اديني الكتاب خذ اديك الكتاب، انا بشتغل، انا مش شغال قاعد اشتغل، ما تقدر تتغلب على العامل. لذلك العامل يقصد الموظف فيه ثقافه، ممكن نخلي المداخلات في النهايه تسجلها بس. تمييز. الممارسات هنا يقول اي مداخلات نخليها في النهايه لانه نبغى نتناقش فيها، لانه كذا يعني ايش يقولوا الحبل ولا السلك هذا ينقطع. طيب الممارسات، الالتزام بالوعد، هذه نقطة مهمة جدا في القائد، لأن احنا بنقول أدر بالعقل وخذ بالقلب. أول شيء التزم بالوعد، أو لا توعد، والأفضل إنك ما توعد. خلي الأفعال هي اللي تتكلم.
لا تقول انا بعطيكم جوائز ولا في شيء، لانه بعض المدراء احنا نلاحظهم القاده ترى في اشياء جميله جايتكم، في اشياء ترى وفي مفاجآت وفي بعدين ولا شيء، او يدوك سياره ابو ريالين يعني. فهنا انت لا توعد، لكن اذا وعد لازم توفي، والافضل انك ما توعد لكن تفاجئهم بالنتائج. الاستماع القوي هذه نقطة مهمة. الاستماع هنا يقصد به الإصغاء، إنه أنا أسمع الكلام وأسمع الرسالة والمغزى، إيش بالضبط يبغى، إيش هدفه، إيش غايته، لازم هذه الأشياء أفهمها. أيضا أن تكون شفوقا على الدوام، يعني أن تتعاطف مع الآخرين. قول الحقيقة هذه نقطة في غاية الأهمية. في كثير من القادة ما يعطوك حقائق، خاصة إذا كانت الحقائق سيئة أو الميزانية متدهورة أو في مشكلة. لا، الحقيقة هذه لابد أن تكون موجودة. إذن هذا هو الطقس الثاني. الطقس الثالث يقول كافئ بانتظام وعبر عن تقديرك بلا كلام. بعض الناس تقول له فلان يا أخي ما شاء الله بيشتغل وحماس وكذا وكذا، يعني أعطيه كلمتين حلوة شهادة شكر مكافأة. لا لا لا، يشوف نفسه علينا، لا تعطيه شيء ولا تعبر ولا كأنك شايف. ليش؟ وهذا بيحصل. لا، هنا يقول لك كافئ وباستمرار. والمكافأة هنا لا يقصد بها مثلا سيارة لكزيز أو شهادة أو كذا، كلمة بسيطة، اشتغل في شهادة بسيطة، رفعت السماعة يا فلان ترى ما شاء الله تبارك الله إنجاز يعطيك العافية، إشارة كذا. هذه الأشياء البسيطة تعني الشيء الكبير. ليش تعني الشيء الكبير؟ لأنك أنت كقائد بالنسبة للآخرين قدوة. والله أنا أذكر يعني هنا في المدينة، ما أبغى أذكر إيش، الآن صاحب هذا المعهد، صاحب هذا المعهد عنده مدرسة خاصة، مدرستين أو 3 ملك مباني خاصة. لما بدأ مشروعه كان عنده معهد صغير. هذا المعهد زمان أنا رحت أدرس فيه إنجليزي. لما رحت كنت أنا والمدرس لوحدي، ما في طلاب، وكان المدير بس. فبسأله يعني بقول له، هو كان دارس في بريطانيا، بقول له لما تسيب المعهد؟ يقول لا ما ليش، يعني ايش القصه؟ قال لي تعرف؟ قلت له ايش في؟ قال صاحب المكان صاحب المعهد جاء سلم علي وقال لي هذا المعهد معهدك. يقول من يومها قلت ما حخرج، وفعلا نجح المعهد وحولوا الى بناء الان راس ماله يمكن 50-60 مليون. كلمه لا تستهون بهذه الكلمات، لانك انت في موضع القدوه ويشوفك شيء كبير. إذن كافئ بانتظام وعبر عن تقديرك. الطقس هنا وحدة الفريق، عشان تبغى الفريق يكون كامل. الحكمة القادة العظام هم مدرسون ومدربون عظماء. طبيعي جدا أن الموظف يجيك ما عنده المعلومات الكاملة، ولا عنده الدراية الكاملة، ولا عنده المهارة الكاملة. مستحيل. أستاذ علي يعرف في الإتش إنه أي موظف يجي بس أنا آخذ الأفضل، يعني في نقطة 2 3 4 أساسية موجودة فيه، آخذه أدربه أعلمه. أما أجيبه في الوظيفة أقول له خلاص اشتغل، لا هذا غلط. فأنت مدرس ومعلم. طبعا مو شرط أنت تكون مدرس ومعلم بنفسك، ممكن تدخله في دورات تدريبية، ممكن تدخله في التدوير، تجيبه من مكان لمكان. النقطة الثانية كافئ الموظفين وعبر عن تقديرك لهم بانتظام مهمة على فكرة. ايش يقصد بانتظام؟ انا يعني استاذ جميل المره اللي راحت حقق لي 1,000,000 ريال، انا كافأته. المره الثانيه حقق 1,000,000 ريال، نسيت، غلط. ليش؟ لانه هو حاط في ذهنه انه المره اللي راحت كافاني، فانا سويت نفسه. لازم اكافئ بانتظام. طبعا زي ما قلنا المكافأة سواء كانت ماديه او معنويه، بس لازم باستمرار. ايضا المديح، هنا نقطه جميله، يقول المديح مجانا. كلام مين ما يقدر يتكلم، بس كلام صادق في مكانه لمن يستحقه، مو أي واحد. أحيانا الكلام إذا كان للمستحق وغير المستحق ما له قيمة. أستاذ إبراهيم لعاب ودائما يغيب ودائما مشاكل، واستاذ علي واستاذ علي حقق نتائج عالية، واجي للاستاذ ابراهيم ما شاء الله عليك يعطيك العافيه، واجي استاذ علي ما شاء الله عليك يعطيك الف عافيه، في واحد ماشي جنبنا كذا ما شاء الله عليك لا، للي يستحقه. وافضل شيء انه المديح يجي في نفس الوقت، تلقاه كذا حاره كذا تعطيه. وهذه الاشياء على فكره احنا نشوفها بسيطه لكنها فعاله بشكل كبير جدا. الممارسات، يقول تصيد، هذه نقطه مره عجبتني.
يقول تصيد السلوك الصحيح. تصيد يعني ايش تصيد؟ انا ارمي سناره واحاول ابحث، احنا نتصيد الاخطاء مو نتصيدها. خطا اصله مو خطا، احط عليه مجر واكبره واعتبره خطا واسوي مشكله عليه. يقول لك لا، انسى تصيد الاشياء الجميله. سوى حركه، كلمه، علاقه كده مع موظف، مع مراجع كذا، حقق نتيجه بسيطه. يقول تصيد هذه الاشياء الجميله وضخمها وكافئه واعطيه كلمتين جميله وامشي بس، وشوف اثرها على المدى البعيد كيف يكون. الممارسه الثانيه يقول صندوق الكنز وحائط الانتصارات. يعني دائما اي شيء يسويه الشخص حطه في ملف. طبعا مو شرط ملف ورقي، حطه عندك. استاذ علي ترى انت العام سويت لنا كذا، والسنه سويت كذا وكذا، نطمح منك المزيد. يعني افتكر هذه الاشياء واعتبرها كنز بالنسبه لك عن انجازاته. هذا هو الطقس الثالث اللي هو كافئ بانتظام وعبر عن تقديرك بلا كلل ولا ملل. طيب الطقس الرابع استسلم للتغيير. استسلم للتغيير. طبعا خاصة احنا في القرن 21 قرن متسارع بشكل كبير جدا ومليون ألف مفاجأة تيجي. حتى أنا كنت في محل كمبيوتر قال لي احنا من كثر ما يعني التسارع، يقول الجهاز لما يجينا في الكرتون يعتبر قديم واحنا لسه ما عرضنا من كثر السرعة اللي بيشهدوها. طب هذه السرعة تتطلب المواكبة والتغيير المستمر والسريع، طبيعي جدا يكون معها مخاطرة وجراءة كبيرة. فهذا هو الطقس. الجوهر هنا يقول طقس القابلية للتكيف وإدارة التغيير. انت نظام ماشي عليه 20 سنة 30 سنة، طريقة، عادات، كل شيء انت مؤمن فيه، الآن ارميه على جنب. كل ما له قيمة. الآن مثلا الإدارة الورقية هل لها قيمة؟ ما لها قيمة. مبدأ انه في ناس حيشتغلوا من البيت طبيعي جدا، لازم انا اؤمن انه هذا المبدأ لازم يكون. مبدأ الشراكة، مبدأ التحالفات، اشياء غصب عني لازم اتكيف معها والا حخرج عن السوق. فهذا التكيف ضروري. الحكمة يعطينا 3 نقاط. يقول لي السيطرة على التغيير، طور نظام إدارة الأمور غير المتوقعة. يعني سوي نظام لأشياء غير متوقعة. طيب كيف أنا أسوي شيء غير متوقع؟ يعني بديهيا كده وعقليا ما يجي. أنا كيف أرسم خطة لشيء غير متوقع؟ في إدارة المشاريع في شيء يسمى غير متوقع ويسمى إدارة الغير متوقع. طب هو غير متوقع؟ نعم غير متوقع. أرسم سيناريوهات لإدارة شيء لا يمكن توقعه. أستاذ علي لو صار شيء غير متوقع خذ هذه الخطة. إيش فيها الخطة؟ كون فريق سريع، القرارات عندك، كل شيء أنت مسؤول عنه، تحرك سريع. ففي خطة للطوارئ لإدارة المخاطر، لأنه في متوقع الغير متوقع. هنا أنا كصاحب الشركة كقائد لو جيت الأستاذ علي من ضمن البنود إنه الأستاذ علي هو القائد، أنا ما لي شغل، ما أقدر أتدخل. ميزانيات تصرف لي على طول، التواصل يصير مباشر مع الجهات الرسمية. ففي خطة للتعامل مع غير المتوقع، فبالتالي ما حيكون عندي غير متوقع. وهذه لما الناس يقولوا لك نظرية المؤامرة يقول لك هم كانوا عارفين، والدليل لما صار كذا دخلوا، ولما صار كذا. طيب صحيح هم ما كانوا عارفين، هم عندهم خطة. فهذه من الفرص اللي ممكن يستغلوها ويستثمروها، فجابوا الخطة هذه في كيفية إدارة الغير متوقع واستفادوا منها بس. فهذه الأشياء يجب أن تكون موجودة عندي. النقطة الثانية يقول ثقافة التعلم هي فقط التي تنمو وسط التغيير. على فكرة أي تغيير، أي قفزة وأي نتائج كبيرة لا يمكن أن تحصل إلا في الأزمات. أزمات. أنا لو وضعي طبيعي مستحيل أتقدم. صحيح أحقق الأهداف، أمشي بروتين بنظام، حققت الهدف، لكن القفزة ما تجيني إلا إذا كان في حفرة، لأنه حتخليني أستيقظ، أستجمع قواي، أتعلم شيء جديد، أتصرف بطريقة جديدة. فبالتالي حخرج عن الهدف البسيط اللي كان مرسوم له. فهو يركز على هذه الأشياء، إنه التغيير هو اللي حتتعلم فيه. التغيير معناته معلومات جديدة، مهارات جديدة، نظام جديد، ناس جديد، سوق جديدة، معناته حتعلم غصب عنه. فالتغيير دائما مرتبط بالتعليم. أيضا يقول هناك متعة في التغيير، وبدون التغيير لن يكون هناك أي تقدم. التغيير فيه متعة، نعم فيه متعة، ناس جدد، مكان جديد، تحدي جديد. فخذ هذه الأمور من مبدأ المتعة. يدينا 3 ممارسات بسيطة في هذا الطقس. يقول
اتسم بالكفاءة بقدر كبير. ايش يعني اتسم بالكفاءة بقدر كبير؟ الكفاءة انك تستطيع ان تعمل العمل بالشكل الصحيح، لكن هنا المفارقة انه في التغيير ما حتستطيع ان تعمل بالطريقة الصحيحة، لذلك هو يقول امتلك المهارة والمعرفة الصحيحة التي تمكنك ان تعمل بكفاءة جيدة. مو معنى تغيير انه انا اقفز خلاص اوكي نقفز ونغير، لا، تعلم المهارة بكفاءة، لأن التغيير اللي حيكون بكفاءة هو اللي حيقودك على النتائج، أما التغيير اللي يكون بلا كفاءة حيوديك إلى حفرة ثانية. النقطة الثانية يقول انتقل من التعلم إلى الفعل. في بعض الناس يقول لك والله في منافسين بيدخل علينا، طيب نبغى ندرس السوق ونبغى نسوي خطة ونبغى نسوي خطة إشرافية ونبغى نرجع نعيد الدراسة، طيب وبعدين خلاص انتهى، المنافس وصل الملايين وراح. فهنا يقول لك التعلم سريع والقفز على الفعل. ودائما يقول لك يعني احيانا تضطر انك انت تبدا الفعل وانت معلوماتك شويه ناقصه، مهاراتك شويه ناقصه، لكن مع العمل حيظهر لك، لانه الواقع اصدق من الخطه. النقطه الثالثه يقول قم بإلهام التوجهات الفكريه الايجابيه في الفرص التي يطرحها التغيير. التغيير دائما فيه مقاومه، ودائما في المقاومه في شيء يسمى مقاومه المقاومه. انا طبيعي كمؤسسه او شركه او دوله او منظمه ابغى اطرح تغيير معين، التغيير هذا حيتضارب مع مصالح كثير من الناس، حيقاوم. انا عندي خطه ثانيه يسموها مقاومه المقاومه. مقاومه المقاومه ما تنجح الا اذا بينت للناس فائده هذا التغيير، مش المؤسساتي فقط، الفردي على كل فرد، وضرره في حالة لم يتغير. لأنه هذه النقطتين حيخليهم يقفزوا. أما إنه أقول إنه والله التغيير المؤسسة حتتطور والمكاتب حتتغير، طيب وأنا إيش استفيد؟ ومخاطبة المصالح الشخصية أمر مهم لأنها محرك أساسي. بعض الناس يقول لك لا مصلحة فردية، نعم مصلحة فردية، كل إنسان يبحث عن مصلحته وهذا الأمر طبيعي، فأنت خذ هذه الأشياء في عين الاعتبار. طيب هذا كان الطقس الرابع، خلاص قربنا يعني باقي بس بطارية. الطقس الخامس يقول ركز على الأمور القيمة. هذا يعتبر من أهم القواعد، ركز على الأمور القيمة. على فكرة إحنا لما نرتب أولوياتنا ونركز على أمور معينة ترى في تضحية، طب هذا جيد وهذا جيد وهذا جيد، لكن هذا ممتاز، هذا يستحق، هذا يستحق. والله أنا أذكر واحد عنده جروب، سوى جروب صغير عادي جمع رجال الأعمال، كل ما تواصل معاه يرد علي. قلت له تواصلت معه قلت له شوف إذا ترد علي سريع ما في مشكلة، لكن إذا بترد على كل شخص معناته في مشكلة. قال لي والله أرد على كل شخص في نفس اللحظة. قلت له ما بتضيع وقتك؟ قال لي كلمة إلى الآن يعني حفظتها وأخذت درس منه، قال لي الأمر يستحق، الأمر يستحق. هذا الشخص كان ما عنده ولا ريال، سيارته كوريلا، حالته عادية جدا، الآن عنده مشروع ب50 مليون في الرياض شغالة قائم المشروع. قال أنا هدفي أكون علاقات ومن خلال العلاقات حقفز، وفعلا من خلال هذه العلاقات خلال 3 سنوات الآن عنده مشروع ب50 مليون. طبعا بطل يرد علي لأن الأمر ما يستحق، لأن الأمر لا يستحق على طول. هذول الاثنين ترى مرة تمييز. ضيع وقت في العلاقات بحث. نعم ضيع وقت في البحث عن العلاقات. هو لما كان هو العلاقات هذه هي اللي طلعته، ما عنده ولا شيء، لكن علاقات مع مين؟ رواد أعمال وكبار وشركات وكذا وكذا. وفعلا عن طريق العلاقات يعني انا شفت الاسلوب حقه اللي كان ياخذ من هنا شيء ويدي له هنا ويخدم هذا بهذا، وكان يخدم جميع اهل البلد، صاروا كلهم يحبوه. طيب انا لما كلهم صاروا يحبوني وكلهم انا عندي رصيد عندهم، حطيت لو قلت ابغى كلهم حيقولوا طيب نعم سم احنا نعطيك، فكلهم ساعدوه وفعلا وصل. طيب الجوهر هنا تقصد الفعاليه الشخصيه. ركز على الأمور القيمة عشان يكون عندك فعالية شخصية في أمر يستحق. الحكمة يعطينا 4 نقاط، يقول يكمن سر نجاح الفعالية الشخصية في تركيز الغرض.
إيش الغاية من هذا الهدف. هذه نقطة مهمة. أنا مش فقط أبغى أحقق هذا الهدف أو أبغى أخلص هذا المسار، يجب أنه أعرف إيش قيمته وعائده على الاستثمار. لازم أعرف هذه النقطة، الغاية. النقطة الثانية يقول يكمن فن إنجاز الأمور في معرفة أي الأمور في حاجة إلى البقاء غير منفذة. هذه واحدة من الأمور الصعبة، إنه إحنا فتحنا ملف ثاني، عندنا هدف. لما أجي أقول أبغى أحدد أولويات، طب أقول طب خليني أخلص هذه، هو يقول الفن إنك ما تخلصها. أنا خلاص أدركت إنها ما لها قيمة، طب مشيت ربع الطريق، نص الطريق، أتركها. وهذا الأمر صعب، لكن أتركه طالما هو ما يحقق لي الغاية، أتركه وركز على شيء. طيب أنا ممكن أركز على شيء جديد كليا، نعم ركز على شيء جديد كليا. إذا كان يستحق أركز على ما يستحق وليس على ما لا يستحق. لأنه أنا أحيانا بدافع إنه والله مشيت نص الطريق خليني أكمل. طيب أنا بكمل وبضيع وقتي ليش؟ موارد وجهد ليش؟ لا، توقف، الغي. لذلك حتى جيم كولن في كتابه من جيد إلى عظيم، هذا الكتاب على فكرة جدا ممتاز، يا ريت تاخذه، من جيد إلى عظيم. سأل سؤال، يعني سؤال البحث في الكتاب، طبعا الكتاب هو نتيجة بحث مع 40 باحث. سأل سؤال قال ما هو سبب فشل الناس أو الشركات أو المنظمات؟ فجاءت أجوبة كثيرة، اللي قال موارد، خطط، كذا. قال سبب فشل الناس هو وجود الأمر الجيد. عندي وظيفة جيدة، أوكي، ما في داعي أبحث عن وظيفة. مشروعي ماشي، ما في داعي. صحتي طيبة، ماشي. وضعي المادي طيب، ماشي. يقول الجيد عدو التقدم. لذلك قد تبدو لك هذه الأمور جيدة لكنها ليست ممتازة، ما تأخذك كده قفزات، فأتركها. واحدة من الأشياء اللي تخليك تركز إنك تترك الأشياء غير منجزة. ليش؟ لأنها ليست ذات قيمة. أيضا إن لم تقد وقتك فسوف يقودك. الوقت مهم جدا. أنت إذا كان أنت كقائد ما عندك برنامج لنفسك وما عندك احترام لوقتك، لا يمكن أن تقود الآخرين. وإحنا تعرف يعني طبيعي جدا إنه الناس عندنا لما تتواعد معاه الساعة 7 تجي له الساعة 7 يقول لك سلامات إيش في؟ يقول له الساعة 7. إحنا نشوفها في الدورات، يعني ما في أحد يلتزم بالوقت، وصرنا إحنا مع القطيع خلاص، إنه طبيعي جدا إنه نص ساعة يتأخر صار الوضع عادي، وهذا غلط. احترم الوقت احترام كده وقدس، حتى لو الناس ما تحترم. والقائد الحقيقي هو اللي يحترم الوقت. إذا لم يتم وضع أولوياتك في مخططك فسوف يتم وضع أولويات الناس في مخططاتك. هذه نقطة رهيبة. لأنه أنا لو ما عندي أولويات يجيني أستاذ إبراهيم علو فينك؟ خليك دحين جايك. طيب يلا تعال. رحنا فين رايحين؟ والله ما أدري، نروح نتمشى. فهنا تعلم إنك تقول لا، خاصة على مستوى القيادة، وخلي عندك أولويات. في موعد مسبق، في برنامج مسبق، أوكي، وجامل لا تجامل. لكن إذا ما كان عندك أولويات تلقى وقتك كده يتسرب ولا تدري فين يروح، وطبيعي جدا إنه ما يكون عندك إنجاز. الممارسة يقول النموذج الزمني للقيادة ذات الرؤية. إيش النموذج الزمني؟ يعني حط لك جدول، هو طبعا يستعرض خرائط يستعرض خرائط معينة، أي جدول، بس أنت عندك كل شيء واضح. الشهر هذا إيش بسوي، اليوم هذا إيش، الأسبوع، الغاية إيش، كذا 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 كذا. ومهم جدا، طبعا هو ما ذكرها هنا، مهم جدا إنك تجعل الراحة جزء من النشاط. هذه نقطة مهمة لتجدد طاقتك. يعني جدولك في 20 دقيقة فنجان قهوة، وهذه صعبة إنك تشرب فنجان قهوة بدون جوال. صعب صح؟ هو يقول لك لا، راحة يعني راحة، جلست للقهوة قهوة بس. أخذت إجازة لا تأخذ معك كتب، ملفات، عمل، قفل جوالك. فهذه الراحة تعيد لك النشاط. النقطة الأخيرة يقول حجز الوقت الاستراتيجي. هذه نقطة مهمة جدا. زي ما كان بيقول الدكتور عبد الله، محطات راحة، محطات عمل، محطات مراجعة للذات وللإنجازات، محطات توقف لعمل شيء معين ما له علاقة بالعمل. فهذا اللي يقول التخطيط الاستراتيجي، حجز الوقت الاستراتيجي. طيب الطقس السادس قبل الأخير باثنين. أيها القائد قد ذاتك.
خذ ذاتك. الطقس هنا يقول طقس الفاعلية الشخصية برضو. الحكمة يعطينا 4 نقاط أساسية. كل القيادة تبدأ من الداخل. مستحيل 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 تجد قائد يدير منظمة أو مؤسسة فعالة إذا كان ما عنده إدارة لذاته، لوقته، لجهده، لموارده. هو لازم يكون عنده الإدارة الذاتية. إذا كانت عنده إدارة ذاتية تلقى عنده الأسرة ممتازة، تلقى حالته الصحية ممتازة، تلقى كل شيء ممتاز. إذا في خلل تعرف إنه مش قائد، هذا مدمن زي جوليان. جوليان قبل مش كان مدمن في القصة، لا هو يقول لك لازم يكون في توازن، والتوازن يأتي من قيادة ذاتك. الحكمة يعطينا 4 نقاط، يقول كل القيادة تبدأ من الداخل. هذه 1. 2 نرى العالم ليس كما هو عليه ولكن مثل ما نحن عليه. هذه دائما أنا أقول العالم الخارجي هو انعكاس لعالمك الداخلي. أنت كيف تشوف العالم هو كذلك. تشوفه شر، تشوفه يعني فوضوي، نعم هو فوضوي. تشوفه منظم، نعم. الناس طيبين، نعم. الناس سيئين، نعم. أنت كيف تشوف؟ فهي هنا يقصد التوجه الذهني. أيضا يقول أي شيء أقل من الالتزام الواعي بقيمة الأداء الشخصي هو الالتزام الإداري، لا ضعف الأداء الشخصي. الالتزام الالتزام الالتزام. الالتزام بإيش؟ بالأداء الجيد الممتاز، مش أداء أي كلام. يعني في ناس موظفين يبغوا يخلصوا العمل، زي إحنا بعضنا مثلا يروح يصلي يبغى يسقط فرد، هذا أداء عادي ما له أي طعم ولا له يمكن حتى أجر ما فيه. لكن لما أروح أصلي بخشوع وأتوضأ بخشوع وأجلس بسكينة، فهذا هو اللي يقصده، إنه الأداء يكون فعال ويكون للغاية ويكون بشكل صحيح. أنا دائما أنشد التميز في الأداء. النقطة الأخيرة يقول لا تركن إلى المستوى المتوسط عندما يكون بإمكانك تحقيق البراعة. بعض الناس يستطيع إنه ينجز شيء خرافي لكن ما يعطي كامل الطاقة، فيقول القائد ليس هذا هو. القائد اللي يستطيع إنه بكامل جهده يوصل لأعلى نقطة من التميز، ودائما أضع النقطة العالية للتميز هي في نصب عيني دائما، مش أسوي أي شيء. طيب الممارسات يعطينا 5 ممارسات بسيطة. يقول نظام التجديد الشخصي اللي هو الراحة، لازم راحة، أنا الراحة لي كقائد للموظفين. على فكرة النظام اللي تسويه زي الشركات الكبيرة زي أرامكو سابق لما ياخذوا الموظفين على الرحلات، هذه لها مردود غير طبيعي على العاملين، تجدد نشاطهم وتغير حيويتهم. وعلى فكرة هذول الموظفين هم في الإجازة ترى يفكروا في العمل، من كثر ما هم سعداء بيفكروا يا أخي كيف نطور النظام، نبغى فكرة جديدة. طيب يا شباب، تلقى هذا الكلام موجود. نظام المعرفة الوفيرة، يجب على القائد أنه يوفر جميع المعلومات للناس كلهم، لأن بعض الشركات يعني كذا تحط معلومات معينة تعطيك بالقطار، لا أعطيهم كل المعلومات، أعطيهم المعلومات الإلكترونية، أعطيهم وفر لهم كتب، دورات تدريبية، أجيب لهم مستشارين، وفر لهم هذه المعلومات. نظام القوة البدنية مهم جدا، انه لازم يمارسوا رياضه. لذلك شركه جوجل ايش سوت؟ انت شفتوها شركه جوجل لما جابها الشقيري، نادي رياضي جوا، نادي رياضي جوا ومطعم وحلاق وكذا. نظام الاستيقاظ المبكر، طبعا هذا سوى كتاب سماه كتاب النادي ال5 دقائق 5 صباحا، سوى كتاب ثاني روبن شرما. الاستيقاظ المبكر ليش؟ يقول الاستيقاظ المبكر، انا في الاستيقاظ المبكر يعطيك العافيه تفضل. الاستيقاظ المبكر يخليني أسوي الأشياء الخاصة بي قبل ما أروح العمل، تطوير نفسي، الرياضة، إذا أبغى أقرأ كتاب، إذا أبغى أتأمل، أبغى أنظم وقتي كله قبل العمل. أروح العمل خلاص أنا قد مسوي كل الأشياء الخاصة بي. نظام عقلية فراش الموت. عقلية فراش الموت يقول، طبعا أنتم عارفين أنتم في الغرب لما يموت الإنسان بيجي واحد يطلع يقول كان وكان وكان وكان، يبدأ يذكر محاسنه. فهو يقول دائما آخر الليل يعني شوف إيش اللي يقال عنك من خلال الإنجازات، ويركز على موضوع المذكرات اليومية اللي تكتب آخر اليوم إيش اللي أنجزته وإيش الخطأ اللي سويته، ولو سويته مرة ثانية كيف المفروض أسويه. الطقس قبل الأخير أبصر ما يراه الجميع، هذا الطقس مرة جميل. أبصر ما يراه الجميع وفكر فيما لا يفكر فيه أحد. كلنا نشوف كل شيء في الوجود واحنا ماشيين نشوف. طب ليه بعض الناس جابوا افكار واحنا ما جبناها؟
حتى هم شافوا هذه الاشياء. يقول لك هو ابصر كل الاشياء لكن فكر في اشياء ما فكر فيها الاخرين. كيف هذا التفكير؟ في الابداع دائما الابداع هو ربط شيء بشيء، شيء موجود في ذهنك، معلومات موجوده، اشياء موجوده، جيب شيء يبدو انه ما له علاقه، اربط الشيء عندك في ذهن، طلع لك منتج جديد، خدمه جديده، صار ابداع. بس فهو يقول دائما فكر بهذه الطريقه، وهذا الطقس يسميه طقس الابداع والابتكار. الابتكار دائما يجي بربط شيء مجهول بشيء معلوم، شيء معروف بشيء غير معروف، شيء يعني خلينا نقول معلوم بشيء متناقض، كذا تربطهم ببعض، تطلع فكره، نعم تطلع فكره، او تساؤلات خلينا نقول بين قوسين غبيه. يعني الدرج، مين كان يتوقع انه الدرج يمشي؟ احنا نقول جاء واحد قال يا اخي ليش انا امشي؟ انا خلي الدرج يمشي، وسووا الدرج واشياء كثيره بهذه التساؤلات. الحكمه يعطينا 3 نقاط، يقول كل انسان مبدع، ومهمه القائد، هذه نقطه مهمه، ومهمه القائد صاحب الرؤيه ان يخلق بيئه العمل التي تحرك تلك المواهب. بيئه العمل يقصد بها البيئه الماديه، ويقصد بها البيئة المادية المعنوية، رفع معنويات الأفراد، ويقصد بها البيئة الاجتماعية، أنه هي جو في نوع من التعاون والمحبة بين الناس. مو أروح أنا زعلان أخي فلان أنا ما أبغى أقابله الصباح، عمل وظيفة، أول مدير زفت، أو لا، أخلق هذه البيئة عشان تخرج الإبداع. 2 يقول تخلص من الأغلال. إيش الأغلال؟ أغلال يقول طرق التفكير، المعتقدات الراسخة البالية القديمة، أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع، أنا إنسان عادي، أنا إنسان منطقي، أنا ما أقدر أبدع. يقول تخلص من هذه القيود، لأنه معظم القيود وهم، والوهم ما هو موجود إلا في ذهنك، وذهنك ما هو موجود إلا في يدك. أنت اللي تقدر تخرج هذا، تحطم هذه القيود، غيرك ما يقدر، أي إنسان ما يقدر إلا أنت تحطمها. يقول أيضا أسمح للموظفين بتحمل المخاطر، ويضيف وبفشل بحرية. أي مخاطرة يعني مجهول، طب المجهول هذا مو في نسبة من الخطر والفشل، يقول أعطيهم هذه المساحة. طبعا مو أشجعهم إنه أقول لهم روحوا أخطئوا، لكن أتقبل الخطأ لأنه شيء جديد عليهم. هذا التقبل للخطأ يخليهم يجربوا مرة واثنين وثلاثة إلى أن يصلوا إلى النقطة الصحيحة. في موضوع الفشل هذه أمس كنت بقرأها، واحد مدير خسر، يعني مدير شغل موظف، الموظف كان مبدع وجاب فكرة جميلة وكذا وعرضها، وخسر الشركة 10 مليون دولار. طبعا الرجل انهار بعد البحث وبعد التجريب، 10 مليون، فراح جاي يقدم استقالته، فالمدير قال له خلي استقالتك عندك. قال مستحيل، احنا نخسرك، احنا دفعنا عليك 10 مليون، انا عشان متعود على الاف 10 مليون 10 مليون دولار عشان نعلمه. فشوف الكلمة هذه خلته يعيد حساباته ويجيب ابتكارات جديدة ويدخل مكاسب كبيرة. طيب الممارسات، يقول مجد العفوية وكافئ التفكير الإبداعي. إيش مجد العفوية؟ عقلية المبدع لا يتقيد بنظام ولا يستطيع أن يتقيد بنظام. لا تيجي المبدع تقول له عندك دوام تعال الساعة 7 وروح الساعة 9، ولا تجلس إلا في مكتبة، ولا تتحرك إلا كذا تكتب. وتقتل المبدع يقول له اديني خطة. ما عنده المبدع، وعيش فطرته، او اي مبدع عنده كذا سلوكيات غريبه، تحمل عشان الابداع. وجيب معاه شخص منطقي، شخص موضوعي يبرمج هذه الفكره ويرتبها، لكن هو تعامل معاه انه حاله خاصه. طيب ما خليه يداوم، لا يداوم. لو قال لك انا اشتغل من البيت وانت امنت بفكرته وبابداع وعقليته، خليه يشتغل من البيت. قال لك ما اجيك الا يوم واحد، تعال يوم واحد بس نبغى انتاج، خلاص. فهذه النقطة مهمة جدا. طبعا هذا الكلام نتكلم لما يكون في مدراء شركات وكذا، لكن هذا الشيء يجب ان يكون. طيب النقطة الثانية يقول تخلص من اغلاء، اسمح للموظفين تحمل مخاطر. فين كنا؟ الممارسة الثانية يقول اجعل بيئة العمل مبهجة واخرق ساحة للافكار. بيئة العمل يعني لابد أن يكون فيها نوع من الفرح، المرح، الألوان، الأشياء، فيها نوع من العفوية، فيها نوع من عدم الروتين القاتل، لأنه هي اللي تخلق الإبداع. أيضا يقول حصة الأفكار الأسبوعية. إيش الأفكار الأسبوعية؟ نتجمع كده ونطرح أفكار، عصف ذهني، أي فكرة، ما نبغى إحنا نتائج، أديني أي فكرة خيالية، أكتب عصف ذهني
من هذه الأفكار إحنا ممكن نستخلص فكرة إبداعية. التساؤلات الإبداعية اللي هي العكسية، ليش الدرج يمشي، ليش ما أنا أمشي، ليش الطيارة ما تطير، أنا ليه ما أطير، ليش كذا. أسأل هذه الأسئلة لأنها توصلك إلى الحكمة. الطقس الأخير طيب، أربط القيادة بالإرث. هنا الجوهر طقس الإسهام والمغزى. كل هذا العمل اللي أنت بتقوم به وهذه الهموم والتجهيزات والخطط والمغزى، إيش تبغى في النهاية؟ إيش الأثر اللي تبغى تتركه؟ والأثر الدنيوي والأخرى. فلازم تفكر في هذه الأشياء، لأنه هذا الأثر هو اللي حيخليك تتحمل جميع المشاق، لأنك أجرك على الله أو عندك غاية سامية ما تبغى هذه الأشياء البسيطة. الحكمة يدينا 3 نقاط. يقول الهدف من الحياة، شوفوا هذه لو تكتبوها، الهدف من الحياة هو حياة ذات هدف. الهدف من الحياة هو حياة ذات هدف. الهدف من الحياة هو حياة ذات هدف. هدفك من الحياة أن حياتك يكون لها هدف. الآن تمشي كثير من الشباب ما هو عارف فين رايح، أمس زي اليوم، غدا زي اليوم، ولا عنده لا خطة ولا عنده رؤية ولا قيم، خلاص ماشي 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 ماشي، حيصحى إنه على باب القبر على طول. وللأسف كثير مننا بهذه الطريقة. طب إيش إسهاماتك؟ إيش غايتك؟ إيش قضيتك؟ ليش أنت عايز؟ ما فيش. النقطة الثانية يقول ركز على ترك بصمة وإحداث الفرق. أنت إنسان فريد من نوعك، تستطيع بما لديك من قدرات أنك تضع بصمة خاصة. شوف إيش البصمة اللي إيش الفرق اللي أنت أنا أسوي فرق، أنا إنسان عادي. نعم تسوي فرق، سوي فرق، بس أبحث أنت إيش الفرق اللي ممكن تسويه. النقطة الثالثة يقول عظمة القيادة تأتي من خلال البدء في شيء لا ينتهي بك. دائما يقال إن القمة هي عند قاع القمة الأخرى، فلا تتوقع إنه في نقطة تلاشي أو نقطة قمة كده خلاص. القمة بسيطة ترى، ما تستطيع تربى عليها. خذ نفس يلا اللي بعده، لا تتوقف عن نقطة. الرسالة تستمر معك، لكن الرؤية لازم تتغير وتتجدد. ولي العهد لما سألوه 20-30 وماذا بعد المدافر، سألوا قال 20-40. ما في شيء اسمه إنه قمة خلاص، يعني إنه خلاص وصلت، لا. رسالتك تستمر، قيمك تستمر، قضيتك تستمر، لكن القيم تتغير وتتبدل للأعلى باستمرار. طيب، الممارسات يقول أصنع حاضرا ناجحا في حين تبني مستقبلا باهرا. الله، كلام حلو صراحة، ولا أنا حاسس كذا عشان جدا. شفت قلت لك اصنع حاضرا ناجحا في حين تبني مستقبلا باهرا. أنت تبغى تبني مستقبل باهر، لا يمكن أن يكون هذا المستقبل الباهر إلا إذا كان حاضرك الآن ناجح. الدلائل والمؤشرات تشير أنني أسير في الطريق الصحيح. نجاحات صغيرة، مبادرات صغيرة، معناته أنا مستقبلي حيكون باهر. النقطة الأخيرة يقول القيادة التي تستند على الإرث هي القيادة الصحيحة. دائما أربط أهدافك وغايتك دائما تكون نبيلة، وتكون خدمة نفسك وبلدك ووطنك. ضع بصمتك، ولازم تعرف إنه في شيء يميزك عن الآخرين. حتى في واحد من خلينا نختم بيها كذا، واحد من الأفلام الهندية قالوا له البطل، قالوا له يا أخي شوف نقاط قوتك وكذا. قال نقاط قوتي والله ما أعرف، وكان هو قاعد يقص جزء والله ما أعرف، والله ما أعرف. قال له كيف ما تعرف؟ ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما قالوا ما شاء الله، بتقص الجزر بطريقة فنانة. قال لي وأنا أعرف أقص جزر. قال خلاص. طبعا هو كان مطلوب منه ينتقم من المجرمين، قال اعتبر المجرمين هذول جزر وقطع. وفعلا الرجال صدق وبدأ يقطع. فأحيانا يكون في عندك ميزة أو قدرة بسيطة تستهون بها، لكن فكر فيها كيف ممكن استفيد منها وكيف أوظفها واستثمرها بالشكل الصحيح اللي يفيدني ويفيد الآخرين ويفيد أسرتي ويفيد مجتمعي. والآن نترك المجال المتأخر. معلش هو نفس واحد كذا. أبغى أقول لك في قوة الآن، يعني أنت تقول إنه ما عندنا إلا إيش، لابد يكون موجود هدف.
الآن الفاست فود والحياة أصبحت في القرن 21 يعني سريعة جدا، فقوة الآن مهمة. اللي هي إيش قصدهم؟ أنت تقول لابد أن يكون هناك هدف أمام الشخص عشان يسعى لي، لكن قوة الآن والنظام الجديد اللي أنت قلت الشباب دحين عندنا صار ما عندهم أهداف، وصار لأنه الآن قرن 21 زي ما أنت قلت الكرتون ينزل في الحاسب الآلي يقول لك هذا يعتبر قديم. إذن الأصل قوة الآن. يعني إيش قوة الآن؟ يعني أنا أكون في شاب من الشباب مثلا في ثالثة ثانوي أقول له أنت الآن أشتغل بأقوى ما عندك. يعني تصور واحد أخذ امتياز في كل المواد، لو روح أي كلية كل الكليات تستقبل، فأصبح مع أنه الأهداف كثيرة ولكن هو أصبح عنده قوة من المغنطة، إنه هو الآن قوة الآن أنت قوتك عظيمة، وأي هدف هو يعتبرك عنده هدف. أما لما أنت تضع أمامك هدف زي هو النظام القديم اللي هو لابد تحط لك هدف وتجري وراه، هذا نظام ايوه صحيح وكان مستخدم ايوه صحيح، لكن قبل القرن 21. القرن 21 يبغاك انت يو ار ذا باور، يعني انت الطاقه، انت جيب لي امتياز في كل موادك، وانا الان كل الكليات تعتبرك هدف. خلصت من الكليه اخذت الدكتوراه مثلا، انت اخذت الدكتوراه بامتياز، هناك شركات كثيرة جدا تعتبرك أنت الهدف. فقوة الآن أصبحت مختلفة عن النظام القديم اللي هو تضع أمامك هدف ثم تنطلق إلى ذلك الهدف. أنت جاوبت نفسك على فكرة. جزاك الله. يا سلام. أنت جاوبت نفسك، لأنه أصلا هو مركز في قوة الآن لأنه مرتبط بالتميز اللي يحقق له النتيجة من خلال التركيز على الآن. أنا اللي أقصده لا أيوة أنا اللي أقصده أنا اللي أقصده إنه كثير من الشباب مركز على قوة الآن كاستمتاع، كتضييع وقت، كفلة وكذا، من غير ما يكون عنده رؤية. لكن أنت اللي بتقول عنه، لأنه إحنا في القرن 21 فعلا هم غيروا ما قالوا ما في شيء اسمه خطة استراتيجية، قالوا في أهداف استراتيجية، والواقع هو اللي يخليني أتحرك حسب الهدف الاستراتيجي. فهذا الشخص اللي أنت بتضرب مثاله هو عنده أهداف استراتيجية في التميز بعد التخرج، لذلك هو مركز في قوة الآن وفي المذاكرة، فتركيزه سليم. صدقني وإن أردت إنه الكورة تكون يعني لك أنا بدي هو مش ليا، وإلا أنا بدي أسمح لي بس القوة للحق مش ليا. أيوة في الحوار. أنا لو نظريتك صح أنا أول واحد أشكرك وأقول لك صح. يا أبو أحمد لا إحنا ما اختلفنا أصلا عشان نتفق، نحن ما اختلفنا، بس الفكرة إنه الهدف زمان كان يقول لك إيش تبغى تصير؟ دكتور. يقول لك لا ما يعتبر هدف. طيب ايش اقول له؟ اقول له دكتور اسنان. يقول لك الى الان انت ما اعطيتني الهدف حقك. يقول لك ايش تبغى؟ ابغى دكتور في ايش؟ في جراحة الاسنان. اقول لك الان هذا هو الهدف. زمان كان واجبية تحديد الهدف، الان قوة الان لا انت تصير قوة جامدة جدا والله. الجراحة وتركيب الأسنان وحتى أي دكتوراه تبغى تكون في أي تخصص، كل التخصصات زي ما يقولوا مشتاق لك. مشتاق. هو في أنا وأنت ما نختلف. لا هو في فرق بين الهدف وبين الرؤية. أنت الرؤية واضحة، تبغى تتميز، تبغى تصير طبيب، تبغى تصير غني، صار عندك رؤية بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات. الأهداف تختلف، في أهداف وسائل وأهداف غايات. الأهداف هنا أنا لما أركز في هدف معين أرجع أركز على القوة. لكن أنا الفرق بيني وبينك أنت يعني تقصد إنه الإنسان يجب إنه يركز في الآن، قوة الآن. أيوه، لأنه الآن يأخذه على التميز. طيب إيش تصور التميز عنده اللي خلاه يركز على الآن بهذه الطريقة؟ أنا وأنت في الآن، أنا أشرب قهوة واستمتع وأقرأ جريدة واشوف مقاطع، وانت قاعد هنا ماسك كتاب وقاعد تذاكر. طب انت برضه مركز على الان وانا مركز على الان. انا ما عندي اي غايه ولا اي، بستمتع. انت لا عندك غايه. ما هي قوة الان؟ انت ضيعت. هذا هو ترى البطارية حقتك انت غلقت وبدأت ايه؟ وبدأت مع ذلك ابغى حتى التفكير يعني طريقة مثلا
هنا انت حطيت هدف، انت حطيت هدف من غير ما تشتغل. انا كده تقول انا هدف الان اني انا اي مكان اروح يقبلوني، هذا هدفي خلاص. وبالتالي انا اشتغلت عليه. صدقني يا تاج راسي انا اتحدث عن قوة الان. قوة الان كثير من العلماء مسكوا دي النقطة، وهو شايف الكتب كلها صارت قوة الان. ما في صار يقول لك حدد هدف. لازم تحدد، لازم تمشي بدون هدف. اذا من غير هدف ضيع. انت بتشتغل بالنظام الايش؟ انا مش مضمن. انا زي ما قلت هدف استراتيجي، ما هو هدف ان انا مثلا خلاص انا بروح كذا، لا هدف استراتيجي، هدف استراتيجي يصير انا عندي الان اصبح اختيار. يا تاج راسي الان اصبح في تغيرات في الاهداف. انت زمان كان عندنا هدف، يا اما تصير مهندس، يا اما تصير دكتور، يا اما تصير يعني كان في هذه رؤيه ما هو هدف. كانت هذه رؤيه ما هو هدف عشان نفرق. شايف؟ اقول لك يلعبوا لك في الازرق، سامع؟ بس مين يقدر يقول لي الحين شوف الدكتور عبد الله قد هذا وقال لك صفعني والثاني ما ادري ايش حط عليك مسار، ما كلهم على ابراهيم. الدكتور عبد الله احمد ايش يقول؟ بس كذا نقول لكم جزاكم الله خير، وجمعنا وياكم اليوم. كنا في يعني مع الدكتور غزاري في جو ملكي، ومع كتاب ايش يا غزاري؟ روبن شرما، حكمة القيادة. الله يسعدك.